هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما أصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الاثنين 13 من يوليو. كما عودناكم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، ثم نقدم لكم وضمن برنامج تعليق على الحدث، تعليقين حول مرور عامين على السلام الإريتري الإثيوبي. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. الدول الأوروبية تضع خطة جديدة لمكافحة تدفق اللاجئين من أفريقيا. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز النصف مليون حالة في أفريقيا. السعودية تقدم مرشحا لرئاسة منظمة التجارة العالمية. وأخيرا الكشف عن الوصية التي تركها عمدة عاصمة كوريا الجنوبية قبل انتحاره. كانت مستمعات الأفاضل تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرنا. هذه إذاعة إرنا. وضعت الدول الأوروبية بالتعاون مع تونس خطة جديدة للسيطرة ومكافحة تدفق اللاجئين من أفريقيا إلى سواحلها. وتقوم هذه الخطة بتكليف القوات البحرية التونسية بالقيام بمهام تمشيط المياه الدولية بموافقة أوروبية من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية. وتمتد خطة عمل القوات التونسية هذه إلى ما بعد وراء المياه الليبية التي تعاني من حالة حرب أهلية. وجاءت هذه الخطة البديلة بعد ورود شكاوى بانتهاك القوات البحرية الليبية انتهاكات بحق المهاجرين الأفارقة. وبينما تقوم كل من سويسرا وألمانيا بالمساعدة في تغطية نفقات هذه العمليات، ستقوم الدول الأخرى بتقديم التأهيل والتدريب للقوات البحرية التونسية والتعاون معها بهذا الخصوص. أعلنت مراكز مكافحة وباء فيروس كورونا بأن الدول الأفريقية عليها فرض لبس الكمامات وزيادة الفحوص، وذلك بعد أن وصلت الحالات في القارة إلى نصف مليون حالة. وذكر جون نينكانسونغ رئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن حالات الإصابة الجديدة زادت بنسبة 24% في القارة الأفريقية الأسبوع الماضي. وحتى الآن سجلت أفريقيا 512,944 حالة إصابة مؤكدة و11,930 حالة وفاة حتى يوم الخميس، وفقا لبيانات حكومية وبيانات منظمة الصحة العالمية. وأضاف نيكانسونغ في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت من أديس أبابا أن جائحة كورونا تكتسب قوة دفع جديدة وكاملة. أعلنت المملكة العربية السعودية ترشيح وزير الاقتصاد والتخطيط السابق المستشار في الديوان الملكي محمد التويجري لرئاسة منظمة التجارة العالمية، ليدخل بذلك المنافسة مع 7 مرشحين آخرين للمنصب يمثلون مصر وكينيا والمكسيك ومولدوفا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة. وأكدت مذكرة بعثة المملكة العربية السعودية للمنظمة إيمان السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف. كشف مسؤولون كوريون جنوبيون عن محتوى رسالة شفهية تشبه الوصية تركها رئيس بلدية سول بارك وون سون لابنته قبل انتحاره بعد يوم من اتهامه بالتحرش الجنسي. وقدم بارك في الرسالة اعتذاره معربا فيها عن أسفه الشديد لعائلته ولجميع الناس، مشيرا إلى أنه يشعر بالذنب تجاه أسرته لأنه لم يجترح لهم سوى الألم الشديد. كما طلب عمدة سول بحرق جثمانه ونثر الرماد حول قبر والديه. وكانت أجهزة الأمن الكورية قد عثرت على بارك وون خلال عملية شارك فيها عدد كبير من رجال الشرطة، وعثر على جثته في إحدى التلال بالقرب من الموقع الذي رصدت فيه إشارة من هاتفه المحمول شمال العاصمة سول. وأشارت السلطات إلى عدم وجود ملابسات جنائية حول وفاته. ومن المقرر أن تقام المراسم الجنائزية لبارك خلال هذا الأسبوع وسط حزن شديد لدى أسرته، حيث زار بعض السياسيين والنشطاء المدنيين المستشفى لإبداء الاحترام له.
وذكر مسؤولون حكوميون أن باركسون ألقى جميع مواعيده المقررة ولم يأتي للعمل يوم الخميس الماضي بدون أن يقدم أي تفسير. واتصلت ابنته بالشرطة قالت أن والدها بات في عداد المفقودين. وحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية فقد تقدمت إحدى السكرتيرات بشكوى إلى الشرطة تتهم فيها العمدة المنتحر بالتحرش الجنسي ضدها مما أدى إلى انتحاره اليوم التالي. يذكر أن بارك قد انتخب بوصفه ناشطا مدنيا ومحاميا حقوقيا بارزا منذ فترة طويلة عمدة لسول منذ عام 2011، وحصل على ولايته الثالثة والأخيرة في يونيو من العام الماضي. وباركسون عضو بارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، وكان مرشحا قويا في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2022. بهذا الخبر من كوريا الجنوبية مستمعات الكريمات ومستمعينا الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. الدول الأوروبية تضع خطة جديدة لمكافحة تدفق اللاجئين من أفريقيا. حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 500,000 حالة في أفريقيا. السعودية تقدم مرشحا لرئاسة منظمة التجارة العالمية. وأخيرا الكشف عن الوصية التي تركها عمدة عاصمة كوريا الجنوبية قبل انتحاره. كانت مستمعي ومستمعاتي الأفاضل تلكم نشرة الأخبار قدمناها لكم من إذاعة إرينا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. هذه إذاعة إرينا. المستمعات الكريمات والمستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث. وبمناسبة مرور عامين على مبادرة السلام الإريترية الإثيوبية نقدم لكم تقريرين حول ما وصلت إليه العملية، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. في الجزء الأول مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام نقدم لكم تعليقا بقلم الأستاذ إبراهيم محمد صالح حالي تحت عنوان: هل خرج الملاك من قبو الشيطان؟ في يونيو من الشهر المنصرم مرت علينا ذكرى شهداء الثورة الذين مهروا الحرية بدمائهم ورسموا حدود العزة والكرامة وحفروا على جدار التاريخ أعظم انتصار على عاتة إمبراطورية عسكرية في أفريقيا بعد أن ظن العالم أنه مستحيل. فتارة أطلقوا عليها الثورة العجوز، وأخرى أطلقوا عليها الثورة المنسية، ولكن أبطالنا الأشاوس جعلوا المستحيل ممكنا. وهذه المناسبة العظيمة التي يجب علينا أن نحتفي بها كما ينبغي سنويا وكما يستحق شهداءنا، إلا أن الأقدار من ناحية أخرى وضعفنا وتشرذمنا من ناحية أخرى لم تجد منا الاهتمام الكافي لإحيائها كما يليق بعظمتها، إن كان على مستوى من هم في السلطة أو في مقاعد المعارضة. وليس هذا فحسب، بل قبول الدكتاتور للسلام الغير مشروط مع إثيوبيا قبل عامين من منصة هذه المناسبة يعتبر بمثابة خنجر الغدر في خاصرة شهدائنا والأهداف التي وهبوا أرواحهم رخيصة لتحقيقها. ولكنه ليس الخنجر الأول، وبالطبع لن يكون الأخير. طالما هذا حالنا نتلقى ضربات موجعة في صميم تحدياتنا الماثلة أمامنا منذ أكثر من ربع قرن، والتي تعكس مدى ضعفنا، وهو أننا عندما يضرب الجلاد بكل ثوابتنا الوطنية عرض الحائط مرة تلو الأخرى طيلة تلك السنين ونحن أعجز من أن نحرك ساكن، وكأننا استمرأنا هذا الخنوع، وكأنما لسان حالنا يقول لا ألم بعد الموت. وفي أفضل حال نقول المبلول لا يبالي بالرش. ومن المؤسف في الأمر أن هنالك الكثير منا ينتظر حلولا وسلام وعدالة وحريات من غادر وتنكر لكل تلك التضحيات الجسام ولا يعترف بها إلا عندما يريد توظيفها للاستهلاك السياسي ليلتف حوله بعض السذج والبسطاء من أبناء شعبنا في احتفالات مزيفة أفرغت من محتواها منذ أن أكل الثور الأبيض. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. 9 يوليو الحالي
يصادف الذكرى الثانية لتوقيع اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا، والتي اقتصرت على زعيما البلدين أفورقي وأبي أحمد، والتي انجرف وراءها بعد التوقيع الكثيرين وقتها وصدقوها. وحينها كتبت عنها وقلت بأنها لا تعدو إلا أن تكون مناورة تكتيكية أكثر من أن تحتمل السلام بمفهومه الشامل وتنفيذ استحقاقاته، ولكن الهالة الإعلامية التي غطت الحدث وتعطش الناس لهذا السلام بعد مرارات الحرب وحالة اللا حرب واللا سلم جعلتهم يصدقون تلك المسرحية، وكان تأثيرها على شريحة واسعة من المجتمع نخبا وعوام، وبعثت فيهم الأمل، والكثير منهم كانوا يرددون مقولتهم الشهيرة حينها وملأهم الأمل والتفاؤل: أعطوا السلام فرصة، على أنه كان أبعد ما يكون من السلام، ولا يعد أن يكون إلا متنفس لأفورقي في ظرفه الخانق، وكذلك مخرج لأبي أحمد الذي كان يبحث عن شريك في ذلك الوقت بعد تسلمه السلطة يستند إليه في صراعه ضد الويان الذين كانوا يتحكمون في مفاصل سلطة في إثيوبيا لأكثر من ربع قرن، حيث وجد ضالته في أفورقي عدوهم اللدود الذي لم ولن يرتقي لمفهوم السلام الحقيقي الذي تنعكس نتائجه على شعبي البلدين، حيث هرول ملبيا بل أنه تنازل عن شرط الذي تمسك به لأكثر من 20 عاما وأورد البلاد والعباد بسببه الهلاك، وأعلن قبوله للمبادرة دون أي اشتراط أو الحديث عن الانسحاب وترسيم الحدود وبادم التي تحجج بها كمسمار جحا أو قميص عثمان، والتي دفعنا فيها الغالي والنفيس. فقبوله بالمبادرة في تلك المناسبة المقدسة يعد تدنيسا واضحا وصريحا لهذا اليوم المجيد في استسهال لم نقل استرخاص من دماء الشهداء، وكأنهم سقطوا اعتباطا وعدم شغلة، لأنه يفكر بعنجهية زعيم عصابة أكثر من تفكيره كرجل دولة. لهذا هدفه كان المكايدة السياسية والبحث عن انتصار على الويان بعد مرارة الهزائم لإرضاء ذاته المريضة. هذه إذاعة إرينا. ولذا وبسرعة البرق تبادلت الوفود زيارات ماكوكية وجلسات حميمية بين العاصمتين أسمرة وأديس أبابا، حتى بلغت أعلى مستوياتها دون أي اعتبار لقدسية هذا اليوم أو حتى إشراك من دفعوا في لذات أكبادهم ثمنا للدفاع عن حدود الوطن في هذا السلام، حتى ولو من باب المجاملة السياسية، كأن شيء لم يحدث، كأنه لم تكن هناك حرب استمرت 3 عقود إضافة لحرب 1998-2000 الحدودية، والتي استنزفت طاقاتنا الشبابية واستباحت فيها إثيوبيا أراضينا وكرامتنا ولا تزال حتى الآن. وها نحن اليوم وفي 9 من يوليو في هذا الشهر تمر علينا الذكرى الثانية لتوقيع اتفاقية السلام، فلا أرض استعدناها، ولا كرامة حفظناها، ولا مكاسب جنيناها، ولا حريات غنمناها، ولا أسرانا رأوا النور، ولا شباب الخدمة تم تسريحهم، ولا دستورا قد فعل. فبدل من كل تلك المكاسب التي كان يفترض أن نجنيها من السلام، كانت النتائج عكسية، حيث فقدنا الكثير من الشباب الذين استغلوا فتح الحدود بين البلدين في ذاك السلام المزعوم وهربوا خارج البلاد ليلحقوا بمن سبقوهم، ليصبحوا لاجئين لدى الدولة التي لا تزال تحتل جزءا من أراضينا وذاقتنا الويلات على مر تاريخنا الحديث، حتى فرغت البلاد من إنسانها بشكل ممنهج، ومجازر التي ارتكبتها في عهد إبراهيم وعونة وحرقيقو وغردات، وشعوب لم تزل جراحها تنزف في قلوبنا حتى اليوم. اليوم أيضا تواصل نفس نهجها، ولكن هذه المرة تحت ما يسمى بالسلام، بعد أن فشلت في تحقيقه بالسلاح، ليكرر التاريخ نفسه بصورة مغايرة ومقلوبة، فبدل من الهروب من إثيوبيا ومجازرها ومذابحها ليتحول الهروب بقدرة قادر أو غدر غدار إليها كملجأ آمن من بطش أفورقي. فبماذا يمكن أن يتحفون اليوم أصحاب نظرية أعطوا السلام فرصة بعد مرور عامين على تلك المسرحية الهزيلة سيئة الإخراج؟ ولعمري ليس هناك سذاجة أكثر من انتظار الحلول من الجلاد، وللأسف الكثيرين يتفقون مع بطانته الذين يستمدون سلطته من وجوده
ويراهن البعض منا على موته تارة، وتارة أخرى يأمل منه الحلول. فلا نحن بمستوى تحدي التغيير بوجوده، كما أن بطانته غير قادرة على الاستمرار في حال غيابه، وبالنتيجة نحن وهم وجهان لعملة واحدة يتحكم فيها الشيطان من قبضه في عد هالو الذي لا يحتمل وجود الملائكة فيه، وهكذا ظل يدير مملكته من خلال الإشاعات دون أن يكلف نفسه كبير عناء. فهل خرج الملاك من قبض الشيطان أم خرج الأرنب من قبعة الحاوي؟ الحقوق لا تعطى بل تؤخذ، والسلام لا يأتي على يد من تلطخ تاريخه بدماء الأبرياء، ونكل بالغادة الأوفياء، وخان عهد وأمانة الشهداء. قوموا إلى نضالكم يرحمكم الله. هذه إذاعة إرنا. استمعتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى تعليق هل خرج الملاك من قبو الشيطان بقلم الأستاذ إبراهيم محمد صالح حالي. لازلتم مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام تستمعون إلى حلقة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، ونخصصها لتناول السلام بين إريتريا وإثيوبيا بعد مرور عامين عليه. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. عامان كاملان مرا على إعلان أسمرا المؤسس للسلام بين إريتريا وإثيوبيا، ذلك السلام الكاذب الذي يشبه الفجر الكاذب، فكلاهما لا برهان له. مرور عامان على ذكرى إعلان منسي وقعه رجلان كل لحاجة في نفسه وفي تغييب متعمد لإرادة الشعبين، ووقتها هلل البعض وكبر بأن السلام سوف يجبر إسياس على الخضوع لما أسموه حينها من بنات فكرهم الضحل باستحقاقات السلام، والتي تمثلت حسب تفكيرهم الرغبوي في إطلاق سراح المعتقلين وانفراج الوضع السياسي الداخلي والاستجابة للضغوط الدولية. وملأوا الفضاء العام ضجة تصم الأسمع مطالبين بإعطاء السلام فرصة، ولكأنما كنا نحن نترصد حمامة السلام البيضاء ببندقية صيد ودهاء صياد. وعندما جزمنا بعدم إمكانية تحقق ذلك قولا وكتابة، انهالت علينا عبارات التخوين والتسفيه دون مجابهة الفكرة بالفكرة والحجة بأختها. اليوم وبعد مرور 48 شهرا على السلام المزعوم، نعيد فتح الحساب لنقوم بعملية جرد لدكان سلام أبي إسياس، وبيننا ودوننا الحقائق. ولكي ننأى عن الشطط، دعونا نحاسب رجلا السلام الزائف بما خطتهما أيديهما، فهما اتفقا على 5 نقاط حسب إعلان أسمرا، وهي إنهاء حالة الحرب وبدء مرحلة الصداقة والسلام والتعاون، تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لمصالح الشعبين، إعادة خطوط الاتصالات والمواصلات وإعادة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين، تطبيق قرار مفوضية الحدود بين البلدين، وأخيرا تدعيم الأمن الإقليمي والدولي. هذه إذاعة إرنا. سؤالنا هو: أيا من هذه البنود تحقق على أرض الواقع؟ ونخص بالذكر البند الرابع الذي يرتبط بالكرامة والدماء والحقوق الإريترية والأرض السليبة وجنازير الخدمة الإجبارية ورد الاعتبار للشهداء. قد يبرر من يبرر، ولكن البند الرابع هو الذي يمثل استحقاق السلام الحقيقي لو صحت الكلمة العقيمة. أما العلاقات الدبلوماسية المشار إليها في الإعلان فهي تعني حتى اليوم إرسال أمن الشعبية بقيادة العقيد طعامي مقالي لتسرح وتمرح في أديس أبابا وتقدم النصح للأجهزة الإثيوبية وتطارد الإريتريين الأبرياء، مما دفع العشرات منهم إلى الهرب إلى كينيا حفاظا على أرواحهم. ويكفي أن نعلم أن هناك ضباط أمن إريتريين في مطار بولي لمتابعة الإريتريين القادمين من الخارج والخارجين من الداخل. نعم، هذا هو التنسيق والتعاون الأمني،
ومفهوم الطرفين للدبلوماسية. أما العلاقات الدبلوماسية حسب الأعراف غريبة الأطوار المتبعة في أسمرة، فهي تعني أن يلطع الرئيس إسياس أفورقي السفير الإثيوبي رضوان حسين وهو وزير سابق أكثر من سنة لاستلام أوراق اعتماده، رغم ادعاء البلدان تميز العلاقات بينهما، وأن يمارس السفير سمري روسوم جيمس بوند للاستخبارات الإريترية عمله من أسمرة، تاركا لصغار الضباط في السفارة في أديس أبابا أداء المهام نيابة عنه، لأنه على الصعيد السياسي والدبلوماسي لا يحتاج السلام الكائن أمامنا اليوم بين أبي أحمد وإسياس لسفير أو موفد، لأنه سلام سري البنود ولا يسمح للآخرين بالاطلاع عليه، ناهيك عن اطلاع الشعبين على تفاصيله وخط سيره. يكفي أن يلتقي الرجلان لساعات وينهيان أجندة شهور طويلة من أعمال السفيرين المغلوبين على أمرهما. أما عن الحدود وقفلها ومنع السلع والمواطنين من إثيوبيا من الدخول، فعلى أصحاب فكرة استحقاقات السلام تنويرنا بخصوصها لو كان لهم أثارة من علم. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. هذا السلام ناقص لأن أحد أطرافه غير أهل شرعا للتعاقد باسم شعب لم يفوضه التفاوض أو التحدث أو التوقيع باسمه، وما بني على باطل فهو باطل مهما تعددت التبريرات الفطيرة والآمال الخائبة، ومهما صكت من مصطلحات استغفال. هو حقا إذا كنت في الطريق الخطأ ليس مهما أن مشيت أو ركضت، فأنت غير واصل وجهاتك أبدا. وكان هذا ما أخذنا على أصحاب فكرة أعطوا السلام فرصة، وسنتان ضحلتان كشفتا كذب الخواض، فما بالك بالتاريخ المقبل والمديد. أما إسياس أفورقي فسوف نسائله في السلم والحرب حتى يتوسد طوب الأرض بهذه المعايير. لا يجب الحكم على المرء بمسقط رأسه أو بناء على أصله، بل بقدراته العقلية وأدبه وحسن الإيثار عنده. إن الذين هم على عكس ذلك مرضى في عقولهم، ويجب أن لا نسمح لهم بإملاء إرادتهم علينا. هل القائل هو الفيلسوف السياسي اليوناني أفلاطون؟ الإجابة لا مطلقة. هذا مقتطف من حديث لإسياس أفورقي لجريدة إريتريا بروفايل في يوم 27 سبتمبر من عام 1995، ونحن لا نستورد معاييرا أجنبية للحكم على الرجل وسلامه وحربه أو حتى صحة عقله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. كان هذا مستمعاتي الكريمات ومستمعي الكرام الجزء الثاني من برنامجكم الأسبوعي تعليق على الحدث، والذي خصصناه هذا الأسبوع لتناول الذكرى الثانية للسلام بين إريتريا وإثيوبيا وما توصل إليه بعد 48 شهرا، وذلك عبر تقديم مقال للأستاذ إبراهيم محمد صالح حالي تحت عنوان هل خرج الملاك من قبو الشيطان؟ وقدمنا في الجزء الثاني تقرير من إعداد فتحي عثمان حول السلام في إثيوبيا وإريتريا. وبهذا القدر مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرة برنامجنا لهذا اليوم. وقبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وحتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم تعليق على الحدث والبرامج الأخرى لإذاعة إرينا. لكم من محدثكم فتحي عثمان ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرينا.